السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من التنوير، وهذا ذنون عبد الرحمن يحييكم. كلنا تابعنا في الأيام السابقة ظهور قائد قوات الشعب المسلح السوداني عبد الفتاح البرهان في مركز القيادة والعمليات بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلح السودانية، وده طبعا وسط غياب تام لقائد ميليشيا الدعم السريع المتمردة إلا من بعض حالات الغباء، أقصد الذكاء الاصطناعي، وده خلى إعلام الميليشيا المتمردة في حالة هستيرية كبيرة جدا بحجة إنه الفيديو تم بثه متأخر يومين. وده طبعا كله ما مهم بقدر ما انه الفيديو غير المود حق الشعب السوداني وخلانا نضحك شوية. الاعلام المضلل اصبح يتكلم عن انه السلاح اللي شايله البرهان سلاح قصير المدى، وده بيدل على انه خايف من خيانة اقرب المقربين له، مع انه سلم السلاح لاقرب ضابط، وده طبعا بيدل على انه ما خايف من اقرب المقربين ولا ابعد المقربين، وده طبعا ما بيهمنا. بعضهم كل شويتين يقول ليه البرهان ما يطلع مع الجنود ويقاتل مع جنوده زي ما الامير بيقاتل مع الميليشيا بتاعته. المهم يا جماعة انه الهستيريا الحاصلة في اعلام الميليشيا دي بتوريك قدر ايه القائد بيكون مؤثر على معنويات جنوده وسوء حالة العدو والنصر والهزيمة. المهم انه القائد يظهر في فيديو ويطمئن الشعب بتاعه حتى ولو بكلمة مزاح، والله غنماية ما يقبضوها. وهنا يا جماعة أنا بوجه كلمة عتاب لقائد ميليشيا الدعم السريع المتمردة، لأنه في أول عيد لنا بعد الحرب ما طلع حتى يعيد علينا. العموم نحن بنقول لقائد قوات الشعب المسلح السوداني عبد الفتاح البرهان، نحن يا سعادتك ما عايزينك تطلع في فيديو أكتر من كده، لأنه نحن عشمنا في المؤسسة العسكرية وقوات الشعب السودانية المسلحة كبير جدا وأكبر من أي ظهور. نحن بندعم قوات الشعب المسلحة السودانية لأنه باختصار وطن بدون جيش بيكون لقمة سائقة لكل عميل وطامع. نحن بندعم قوات الشعب المسلحة السودانية لأنها بتمثل النواة الصلبة للاستقرار في البلد وحالة السيولة الأمنية، بل بس قلناها مضطرين لما شفنا كرامة الوطن تحت أقدام المرتزقة وأقلامهم وألسنتهم بتنهش في لحم الوطن بحجة الفلول والنظام السابق. نحن مع الجيش عشان يكون في جيش واحد وشعب واحد، مش حركات مسلحة كثيرة جدا وجيوش متعددة همها اقتسام السلطة والثروة. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من التنوير، هذا ذنون عبد الرحمن يحييكم، والسلام عليكم.